السلام عليكم. زي ما نوعدكم دايما نجيب لكم غير الوصفات اللي تهبل حلا. اليوم حلا بارد ويبيض لك وجهك في مناسباتك. الوصفة مكتوبة بالتفصيل، راح تلاقوها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. خلونا نشوف المقادير مع بعض. أول خطوة راح نعملها، راح نعمل كراميل. عندي كوب سكر، حاول إنه القدر أو الشغل اللي حنعمل فيها يكون تقيلة والنار واطية ونخليه يدوب على أقل. بلش يدوب السكر معنا، حركه شوي شوي عشان كله يتكمل ويدوب. شوفوا كيف داب، صار ناعم. بدي أضيف له معلقة كبيرة مليانة من الزبدة وخلطه لحرك منيح. راح نضيف عليه علبتين كريم كراميل الجاهز اللي بتنباع بالأسواق. في كتير ماركات فيكم تاخدوها، أي ماركة متوفرة عندكم. راح نحرك كتير سريع وما نخليه يوصل لدرجة الغليان، مجرد ما يدوب راح أطفي عليه. شوفوا كيف دابوا، هلا راح يدوبوا تماما. طبعا هذا النوع من الكراميل فيكم تحضروه قبل بوقت وتخلوه فترة كتير طويلة بالثلاجة وتستخدموه لاستخدامات متعددة. بالنسبة للخليط الأساسي عندنا 3 أكواب من الحليب، راح نضيف عليهم 3 معالق كبيرة من السكر و3 معالق كبيرة من الطحين. راح نخلط الخليط كتير منيح على البارد عشان كل الطحين يدوب، ونحطه على النار ورح نغلي الخليط على النار بدون ما نوقف تحريك عشان ما يكتل معنا. شوفوا يا بنات، لما توصل لمرحلة الغليان طلع فقاعات، راح أضيف عليها معلقة صغيرة مليانة من الفانيلا عشان أنكهها، وراح أضيف معلقة صغيرة من الزبدة، هاي اختيارية بس أنا بحب أي شيء بالحليب بحط له زبدة عشان ما يعمل طبقة، مع إني راح أغطيها بطبقة تانية بس نكهتها بتكون غير. هيك بنكه الخليط تبعنا. راح نضيف علبتين من الكريم كراميل الجاهز، كراميل اللي هو الكراميل اللي بنباع بالأسواق. بمزجهم منيح وبكون الخليط معنا جاهز. شفتوا خليط الكريم كراميل اللي جهزناه، راح نشيل منه معلقتين كبار. طبعا انا هون مطفيه النار بس بتشتغلوا بسرعه عشان نحطه بالكاسات. خلاص شوفوا كل شيء صار دقيق. وهيك صار الحلا تبعنا جاهز. راح نصبه بالكاسات او بصحون التقديم. بعد ما تجمد اول طبقه ما بتحتاج كتير وقت، راح نزينها بالكراميل اللي عملناها بالاول، سواء تحطوا طبقه خفيفه على الوجه او بتزينوها على شكل زجزاج للناس اللي ما بتحب كتير الحلا. طبعا الكراميل اذا شفتوه جامد معكم ترجعوا بتدفوه سنة صغيرة وراح يرجع يدوب معكم، بتحطوه بالثلاجة تبردوه وتزينوه بالشكل اللي انتو بدكم اياه. نصيحة جربوه بيجنن، وغير هيك انتو شفتوا مكوناته جدا بسيطة وسريع وببيض الوجه. بتمنى انكم تجربوه. بشوفكم بوصفات جديدة بإذن الله.